ما تفكرش تاني ولا تاخد قرار. انا بس اللي افكر واقرر هنا، انت فاهم؟ والله العظيم ما عارف اقول ايه ولا بتعمل ايه. ده بجد على فكرة. وانا بحضر الفيديو ده تحديدا كان عندي كلام كتير قوي عايز اقوله على اشباه الرجال اللي انتوا شفتهم في الانترو من ثواني قليل. مشكلتي انا بقى اني من الاساس كنت ضد فكرة اشباه الرجال اصلا، كنت ضد الفكرة بشكل عام، مش متقبل وجود راجل ست هي اللي بتسوقه. اصل برضه يا جماعة بالعقل مفيش حد هيقبل بوضعية زي دي ولا سمعة وحشة هتطلع عليه في منطقته الا لو مريض نفسي مثلا، لحد ما اتكعبلت في اشباه الرجال. لا ده بجد في الحقيقة والله أنا وقعت في عيلة كاملة كلها ماشية ورا حريمها زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو بالظبط. أنا النهاردة بقى مش هقعد أقول لك عيب وما يصحش والدين بيقول والدنيا بتقول، أنت كده كده عارف الكلام ده ومطنش عشان لو اتكلمت هتاخد على دماغك، وأنا وأنت عارفين على فكرة الكلام ده كويس. إنما أنا النهاردة هحاول أوصل مع حضراتكم للأسباب اللي توصل راجل عنده قوامة لراجل ماشي ورا المدام. تابعونا. كنت تعرف يا ابو الصحاب ان اكبر اسباب الطلاق عندنا في مصر وفي الوطن العربي ما بقتش زي زمان؟ ما بقتش الخيانه ولا الفلوس ولا حتى قله الادب والشتيمه. اكبر سبب النهارده للطلاق يا ابو الصحاب ان الاب بقى يا دوبك ذكر في البطاقه بس، في الاوراق الرسميه طبعا، انما في الحقيقه هو مسلم مفاتيح اداره حياته وحياه اولاده للمدام وشاري دماغه شباب رضاه بدل ما يشتري غصب عنه. الام بقى اللي مفكره نفسها انها شاطره وجدعه وقادره تمشي البيت لوحدها، لا يا حبيبتي انت ولا شاطره ولا جدعه، انت سوري انا اسف غبيه جدا بجد والله. اصل انت مش بتهدي بيتك لوحدك للاسف، لا انت بتهدي بيتك وبتهدي ثوابت في عيالك هتخليهم لما يكبروا ما يعرفوش يبنوا بيوت، لان احنا خلاص اتعودنا بمنتهى البساطه ماما هي اللي مسيطره. عايزك ترجع معايا كده لزمان شويه والصحاب، ايام الراجل ابو شنب ده، فاكره اللي كانت كلمته بتهز جبال، الكلمه تتقال يتقال حاضر ونعم. تعرفش الرجاله ايه اللي حصل لها؟ تقريبا اتلعب في السوفت وير بتاعها ولا ايه ما تفهمش، بس نزل منهم النهارده فيرجن جديد كده مخوخ خالص. بقى يا دوبك يرجع من الشغل يسمع اوردرين من المدام، انت هتنزل تتعارك مع فلان وتضرب فلان وتروح تطلق بنتك وتجيلي، بقى هو ده دوره، بيسمع كلام المدام. اما يا ابو الصحاب الام فبقت هي اللي بتاخد القرار، هي اللي بتربي، هي اللي بتكبر، هي اللي بتصرف، هي اللي بتستثمر، هي اللي بتحوش، هي اللي بتعمل كل حاجه. ده بالعكس كمان ده ساعات بتحدد مين هيعمل ايه. يعني انت مستوعب الموضوع؟ لو مش مستوعب حاول تمشي دماغك في سكه وحشه شويه هتفهمني والله. بس للاسف حضرتك كده مش بتسدي مكان جوزك والله ابدا، انت بتلغيه، مش بس بتلغيه هو من حياتك، انت بتلغيه من حياه الولاد. يعني لو انتوا عندكم بنات مثلا فانت بتعودي بناتك من دلوقتي ان مفيش راجل هيحكمها ولا يشكمها، خلاص فكك بقى بلا شرع بلا دين بلا فطره سليمه بلا بتاع، انت هتوجع لنا دماغنا، انا اللي اقول حاضر وانا اللي اقول لا. انا الانثى هنا، انا المسيطره. بتفكروني بقطيع الاسود شويه انت حريم اليومين دول والله العظيم. ما هم في قطيع الاسود كده برضه، وانثى الاسد هي اللي بتعمل كل حاجه. بالمناسبه بس سيبك من ده كله بقى، السؤال الأهم هو ليه ده حصل؟ ليه أنت كراجل سلمت قوامتك الفطرية اللي أنت مولود بيها للأنثى؟ فهمني. بص يا سيدي، من واقع خبرتي المتواضعة التي لا قيمة لها على الإطلاق، فأنا قدرت أوصل لأهم 3 أو 4 أسباب كده يخلوا الراجل يسلم نفسه. جاهز تسمع؟ يلا يا ياسر سمع عمو. رقم 1 الراجل المستسلم، وده كان ماشي كويس وزي الفل لحد ما وصل لمرحلة تعب وزهق وقرر يسلم نفسه. خلاص انا هتحول لمكنه ATM، هجيب لكم فلوس وانتوا عيشوا حياتكم لان انا تعبت من تحمل المسؤوليه. رقم 2 بقى الانثى المسترجله، وانا اسف والله يا جماعه في الكلمه بس هي دي الحقيقه فعلا. هي ست فاكره ان السيطره قوه، عايزه تثبت نفسها بالعافيه، مصره تثبت قدام الناس كلها انها تقدر تمشي البيت من غير الراجل، صوتها على طول عالي، بتمشي كلامها عك تخين على اهل الراجل ذات نفسهم. فبيكون الراجل ساعتها قدامه حل من الاتنين، يا يقومها خناقه كل يوم لحد ما يثبت لنفسه ان هو راجل، يا يكبر دماغه. عارفك انا والله العظيم. رقم 3 وده انا قعدت واتكلمت معاه بصفه شخصيه جدا، والسبب هو التربيه. وده بقى ابو الصحاب بيكون عنده مشكله من الاتنين،
إما باباه ومامته كانوا عايشين وزي الفل، بس مامته كانت مديه باباه على دماغه فشب على المبدأ ده، هو ده الصح وأي حاجة غير كده بتكون غلط تماما. أو إن باباه اتوفاه الله وهو في سن صغير فكبر فلقى ماما هي اللي مسيطرة وهي اللي بتعمل كل حاجة فبرضه شب على نفس المبدأ، وبالتالي لما بيفتح بيت وبيتجوز بيدور على واحدة تشكمه زي مامته. فأيا كانت القصة اللي هو عدى بيها فهو بيبقى معروف كده النوعية دي من الرجالة تحديدا، يقولك ده تربية ستات. والله العظيم شكلك وحش قوي. وطبعا في أسباب غير كده كتيرة جدا تخلي الراجل يبقى شبه راجل أو يسلم رجولته للست بتاعته. أنا حاولت أختصرهم في أهم 3 أسباب بس عشان وقت الفيديو، لو تعرفوا أسباب تانية فأنا أكيد مستنيكم في الكومنتات. بعد ما وصلنا لأشباه الرجال يا أبو الصحاب وشفنا أسبابهم الغير منطقية بالنسبة لي، أنا بس بحاول أبرر لهم الهبل اللي هم ماشيين فيه. تعالى كده نحاول نشوف هم ممكن يخربوا لنا إيه في مجتمعنا إحنا كرجالة. تعالى بقى معايا يا أبو الصحاب نعد النتائج. رقم 1، العيال بتضيع. الطفل الصغنطط اللي اتربى في بيت ما فيهوش أي احترام للراجل صدقني هيطلع ياخد له قدوة بره، وعمره هو ذات نفسه ما هيعرف يحترم نفسه ولا هيعرف في يوم من الأيام يكون راجل بيت. أما البنت اللي شافت باباها بيتهزق في البيت فصدقوني ولا عمرها هتعرف تبني بيت ولا عمرها ما هتعرف تحترم جوزها. رقم 2، الست نفسها اللي كانت مسترجلة هتتعب وتكره. هي هتفرح الأول بالسيطرة والهيبة والهيلمان اللي جوه بيتها، بس هتوصل في مرحلة ان هو انت بتعمل ايه؟ بتجيب شوية فلوس وسايب كل حاجة عليا؟ طب ما يلا انت كمان مع السلامة وانا اشتغل واجيب شوية فلوس، وغير كده كده المحاكم والقضاة هيجيبوا لي حق منك 3 ومتلت، انا جايبة منك عيلين و3. رقم 3، الراجل نفسه بيفقد احساسه بنفسه، او سوري شبه الراجل هو اللي بيفقد احساسه بنفسه. بيحس ان هو للأسف ملوش لازمة في بيته فيحاول يدور على قيمته في أي مكان تاني بقى، في الشغل، على القهوة، أو مع ست تانية تحسسه إنه راجل، أو يفكر يفتري على حد تاني عشان بس يثبت لنفسه إنه هو راجل عليه. والله شكلك وحش بقى. رابعا وأخيرا وهو خراب بيوت العيال. العيال اللي اتربت وكبرت في بيت زي دوت فطبيعي جدا إن هم ما يعرفوش يبنوا بيوت، متربيين في بيت مريض، انتوا مستنيين منهم ايه؟ الولد يعني هو ده يعتبر مغلوب على امره حبه، لان هو مش هيجيبه من بره، هيبقى واخدها وراثه صفه اشباه الرجال. اما البنت بقى فتخيل لو نصيبها جابها مع راجل اتربى على الفطره السليمه. احلى طلاق بعد 3 أو 4 شهور يا ابو الصحاب. والله يا ابو الصحاب احصائيات الطلاق اللي اتعدت 250,000 حاله في السنه في مصر بس، ده مش من فراغ، ده عشان بس الأدوار اتبدلت قسما بالله. يعني لو لسه الراجل موجود بهيبته وبشهامته وبقوته وبكلمته زي زمان ما اعتقدش ان كان كل ده هيحصل. والله البيت يا ابو الصحاب عامل زي المركب، ما ينفعش يكون له غير ريس واحد بس. والأب للأسف دورك يا حبيبي مش بس انك تصرف، لأ، دورك انك تسمع وتربي وتحسن. وحضرتك يا مدام دورك مش انك تمشي البيت وتاخدي قرارات، دورك انك تكوني السكن، الحضن، الدفى، الحنان. دورك انك تكبري جوزك قدام عياله حتى لو كان غلطان وتبقي تعديه بينك وبينه. دي الأصول اللي احنا اتربينا عليها على فكرة، انا مش بجيب كلام من المريخ مثلا ولا حاجة. فلو انت فاكرة انك لما تلغي جوزك هتكوني ست قوية، سوري، انت ست غبية. انت حضرتك بتهدي بيتك بايدك، ويا ريتها تيجي على بيتك انت بس، والله كنا قلنا في 60 داهية. انما حضرتك بتهدي بيتك وبتعلمي عيالك ازاي يهدوا بيوتهم بايديهم. ولو انت فاكر يا شبه الراجل انك لما ترمي الحمل كله على المدام هتريح دماغك ويبقى انت كده ذكي، مش عايز اقول لك انا شايفك ازاي قسما بالله. فنصيحة اخيرة لوجه الله، رجعوا الادوار لطبيعتها قبل ما كل البيوت تفضى علينا. وقولوا لي بصراحة في الكومنتات، هل شايفين المشكلة في الراجل اللي سايب ولا في الست اللي بقت عايزة تسيطر؟ وشكرا.